السلام عليكم. عمرك حسيتي براسك مضغوط مهموم ومحتاج تهتم براسك؟ اليوم غادي نهضروا على الصحة النفسية وكيفاش نهتموا بها بطرق بسيطة وفعالة. كاينين نصائح صغيرة يمكن لك ديرهم كل نهار وتدريجيا غادي تحس بالفرق. بلا ما نطولوا نبداو باول نصيحة. اول نصيحة هي نعس مزيان وندير نظام ديال النوم. بزاف ديال الناس تيحسوا بالارهاق النفسي حيت ما تينعسوش بالقدر الكافي، وهذا الشيء كيأثر على المزاج والتركيز ديالهم. حاول دير وقت محدد للنوم والاستيقاظ كل نهار، وتبعد على التليفون قبل ما تنعس بشويه. النصيحه الثانيه هي نهضر مع الناس اللي كيهتموا بيا فعلا، حيت كاين ضغط كبير كنحسوا به ملي كنحتفظوا بالافكار والمشاكل لراسنا. مره نشارك مع الشخص اللي كنحس به قريب ليا وكنحس بالراحه معاه. خذ راحتك في التعبير على راسك، حيت المشاركه هذه المشاكل كتقدر تنقص من الضغط. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انا نشارك مع اي واحد ومع كل شيء، حتى هذا الشيء يقدر يجيب لي مشاكل اخرى. النصيحه الثالثه هي ندير رياضه واخا غير شويه، حيت الحركه كتعطيك الطاقه وكتطلق لينا هرمونات السعاده بحال الدوبامين السيروتونين اللي كينقصوا من التوتر والقلق. واخا نتمشى غير 10 دقائق في النهار راه غادي نحس بالفرق. النصيحه الرابعه ندير اهداف صغيره ونكون ظريف مع راسي، نكون رحيم ولطيف. يعني الأهداف الكبيرة كتقدر تخلّينا نستريساو كتر، من الأحسن نقسموها لأهداف صغيرة ونحتفل، كلما حققت خطوة صغيرة نحتفل بها، ونعطي لراسي الوقت الكافي باش نوصل لداك الهدف الكبير. خامس حاجة هي ندير وقيت اللي نمشي فيه للطبيعة. الطبيعة عندها تأثير مهدئ على النفسية ديالنا، وتقدر تكون فرصة باش نفرغوا الأفكار ونحسوا بالراحة. نحاول مرة في السيمانة نمشي لبلايص اللي فيهم الخضورة ولا نمشي للبحر. سادس نصيحة هي نتعلم نقول لا، خصوصا الحوايج اللي ما ينفعونيش. عادي نرفض شي حاجة إلا كانت غادي تأثر عليا بطريقة سلبية. ضروري ندير حدود باش نبقى مرتاح ونحمي الطاقة ديالي. النصيحة الأخيرة هي نحدد الوقت اللي كنقضيه في السوشيال ميديا لي ريزو سوسيو، حيت هذاك التصفح المستمر يقدر حتى هو يزيد لينا في ستريس، حيت كنبقاو نقارنوا راسنا بناس اخرين وهذا ماشي صحي. حاول دير وقت محدد وتمتع بالوقت ديالك في الحياة الواقعية. شكرا بزاف على المشاهدة، وتفكر ديما باللي صحتك النفسية كتستاهل الوقت والاهتمام، واي حاجة من هادشي اللي ذكرت هي غير خطوة صغيرة باش تزيد القدام. كملوا بهاد النصائح كل نهار وغادي تشوفوا النتائج تدريجيا. ما تنساش تشارك معنا النصائح ديالك في لي كومونتير وتابونا باش يوصلك الجديد. خليك متفائل ومهتم براسك، حيت صحتك النفسية هي أهم حاجة، وخلي بالك من صحتك.